السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ معكم الكوافير رام. اليوم شباب رح نشتغل تدريج متوسط. طبعا مثل ما اننا شايفين جبنا ماكينة الإكسترا، بلشنا ننظف مزبوط. طبعا شباب بتمنى منكم المو مشترك بالقناة يشترك يا شباب، ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل شيء جديد. وإن شاء الله ما رح نقصر بأي شيء بخص الحلاقة الرجالية بإذن الله. وأي سؤال بدكم تسألوه بالتعليقات، وإن شاء الله رح رد على كل اللي رح يعلقوا. مثل ما اننا شايفين شباب نظفنا مزبوط. هلا شباب بنجيب ماكينة التنعيم، نبلش نشتغل محل ما علمنا. طبعا هذا كله من نعمه شباب. ماكينة التنعيم كتير بتعطي لون حلو للتدريج بالنهاية. وبرجع مذكركم شباب بهاي الماكينة ما بدنا نضغط على الشعر كتير، او عفوا على فروة الراس كرمال ما يصير احمرار. هلا شباب بنجيب ماكينة الكبيرة، مو شرط الوول سينيور، اي ماكينة موجودة عنا. طبعا شباب دائما بنعمل زيرو بماكينة الكبيرة بعد ما نعمل بماكينة التنعيم كرمال سهولة كسر الحرف بالنهاية. مثل ما اننا شايفين طلعنا فيها تقريبا اصبع او نصف اصبع. هلا شباب بنجيب مشط 1.5 بنحطه على الماكينة. شايفين كيف؟ تقريبا كمان بدنا نطلع اصبع او اصبع ونص. طبعا انتو بتقدروا المساحة والمسافة حسب سماكة الشعر وطول الشعر، بس هون انا اخترت اني ارفعها تقريبا اصبع او اصبع وشوي تقريبا، يعني انتو بتقدروا على النظر. طبعا اهم شي شباب نتناظف، نحن عم نشتغل بالتدريج. هلا شباب نحط الواحد، بعدين نرفع المناويل على النص، نشتغل بهاي الطريقة. طبعا بدنا نحاول ما نطلع بهاي النمرة لفوق كتير كرمال ما تروح نمرة 1.5 اللي بتجي اطول من هاي او اخشن من هاي. بعدين شباب نرفع المناويل تصير واحد كمان مثل ما اننا شايفين. طبعا شباب هذا التدريج راح نشتغله بس ماكينة فقط، ما راح نستخدم اي مقص. وانا يعني اخترت هاي الطريقة كرمال يكون اعتمادك انت كمبتدئ على الماكينة فقط، يعني ما يكون اعتمادك انه تخلص مثلا واحد نص او شيء وتبلش بالمقص التشفير او العادي، ماكينة فقط. هلا شباب بنجيب مشط النص، بننزل منويل لنصه تقريبا، ومثل ما اننا شايفين ما بنطلع كتير. شايفين معي؟ طبعا شباب برجع بذكركم انت كمبتدئ هاي الحركة لازم وكتير ضروري انك انت تستخدمها، تحط مشط النص وتنزل منويل. لانه اذا ممكن انت اذا اشتغلت في نص فورا يصير معك حرف بين 1.5 والنص، فبده يصير عليك صعب انك تكسره للحرف. بعدين شباب مثل ما شفتوا حطينا نص وكمان الحرف بأرضه. شايفين معي كيف؟ هلا شباب نرفع النص كمان. هاي الحركة كتير مهمة شباب. الفرق برجع بذكركم، الفرق بين هاي النمرة وهديك النمرة، هاي النمرة شباب بتشيل اكتر من هديك، بس هديك بتدمج، يعني المشط بيدمج، اداؤه بالدمج افضل من هذا المشط. فنحن دائما بعد ما نعمل نص بالمشط بنرجع بنحط نص بهاي الماكينة كرمال بس نأكد كرمال ما نضيع. طبعا هذا الحكي فقط للمبتدئين. شايفين معي كيف شباب؟ بعدين رفعنا على الربع وهلا عم نشتغل تقريبا بطرف الماكينة او بالماكينة كاملين، ما أنا مشكلة حسب يعني. بالنهاية شباب انت كمبتدئ لازم تدرب نظرك كمان
لانه دائما التدريج بيكون هو نظر، يعني انت بدك تشوف شو بدك تشتغل، هي عبارة عن تفاصيل شباب. التدريج دائما عبارة عن تفاصيل. طبعا مثل ما إننا شايفين رفعنا الزيرو واشتغلنا على الخط نفسه بأرضه طبعا شباب، شايفين معي كيف. هلا شباب نرجع لماكينة الاكسترا. طبعا بدنا نكون كتير حذرين بهاي النمرة كرمال ما يرجع يصير معنا حرف تنتزع الوان القصة والتناسق اللي صار، يعني ننقره نقر بس للحرف كرمال يندمج معنا. واذا لقيته كتير في صعوبة بدمجه بعد ما مثلا بعد ما تعمل هيك ولقيت صعوبة بترجع بتفتح الماكينة هيك بهالطريقة. رجعت لقيت صعوبة بهاي الطريقة بترجع لماكينة التنعيم تنقره نقر خفيف للحرف. طبعا شباب اهم شيء انك تدمج بماكينة النص والزيرو وهاي الماكينة شباب، لانه بالنسبة لإلي انا النمر الواطية اهم من النمر العالية لما تنكسر معك. هاي كمان شباب نصف دائرة تقريبا، بنحاول دائما نعملها نصف دائرة. هلا شباب بنجيب مشط 2، بننزل المناويل على الاخير، بنبلش نشتغل على هاي السماكة الموجودة. هاي السماكة شباب بس اللي اندمجت معنا بده يطلع تدريج خرافي، شايفين معي كيف. طبعا شباب مو شرط انه هو 2، ممكن اذا الشعر اطول نحط مشط 3، نحط مشط 4. اذا الشعر كتير طويل ممكن نحط مشط 8 مثلا بالبداية قبل ما نبلش تظليل. بعدين شباب بنرفع المناويل وبنشتغل عليها وهكذا، بنرجع بنحط مشط 1.5 وبننزل المناويل. راح نشوف هلا مع بعض. شايفين شباب نزل المناويل. طبعا شباب هاي الحركات كتير ضروري كرمال بس نحن هلا عم ندمج سماكي فقط ما اكتر. نحن خلصنا المراحل التدريج الاولى اللي هي اصعب شيء، هلا فقط دمج ما اكتر. هاي الحركات كان فيكم تستغنوا على الماكينة انتو وتشتغلوها بالمقص والمشط او بالمقص التشفير، بس انا اخترت الماكينة شباب لانه الماكينة اول شيء اسهل بالنسبة لك انت كمبتدئ، وما راح تاكل معك كتير جهد، وراح يصير في دمج اكتر يعني وتناسق اكتر. ممكن على المقص اذا انت مبتدئ يكون في لسه حرف يصير في هيك شعر مكسر، يعني ما تلاقي النتيجة اللي بدك اياها انت. فدائما انت كمبتدئ بالبداية اعتمد على الماكينة، يعني اول شيء اخف وقت، ثاني شيء اخف جهد، يعني ما بتجهد حالك كتير انت. المقص والمشط شباب لما بدك انت تكسر بعد 1.5 او 2 كتير بدك تتعذب فيه، وخاصة اذا كان الشعر سميك. طبعا شايفين معي النتيجة قديش طلعت حلوة شباب، وكيف في تناسق بالدمج. شايفين معي كيف. اتمنى منكم تحطونا لايك يا شباب، مو مشترك بالقناة اشترك كرمال ننشر لكم اكتر، واي شيء بدكم اياه بالمصلحة ان شاء الله ما راح نقصر. وهلا شباب بترككم مع باقي الفيديو. طبعا هون راح نسشور، بتمنى تشوفوا طريقة السشوار وتكملوا الفيديو على الأخير، وإن شاء الله راح نحكي ونشرح أكتر عن السشوار بالأيام القادمة إن شاء الله. ولا تنسونا من لايك يا شباب، المشترك بالقناة اشترك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الكوافير رام.